السلام عليكم ورحمة الله. في بداية رمضان كنت مع عائد من الحرم النبوي إلى السكن، وكان بجواري أحد الطلاب الليبيين، فكنت أتحدث معه عن الرزق وكيف الله عز وجل يعني يهيئ لك الأرزاق، وأحيانا يرزقك من حيث لا تحتسب، وكيف لطف الله عز وجل في هذا الأمر. ثم نقلت له موقف حدث لأحد الزملاء. قال هذا الزميل أنه عاد بعد الإجازة من سفر إلى الجامعة ولا يملك شيء غير ريالين فقط. قال ذهب بهذه الريالين إلى الحرم، ووجد زميل آخر له أخذ منه مبلغ بسيط سلفة. قال ثم دخل رمضان وكان فيه هم، يعني كيف يعني يصرف على نفسه، كيف خاصة رمضان يحتاج إلى يعني قيمة السحور، قيمة العشاء، مواصلات الذهاب إلى الحرم، بعض التفاصيل والأشياء الضرورية الأساسية. وأيضا اشتاق أن يذهب إلى العمرة، والعمرة تحتاج إلى تكاليف، مواصلات ومصاريف هناك للأكل والشرب. قال ده يعني، وكان يقول وهو من عادته أنه يكثر الصلاة على رسول الله إذا حدثت له أزمة. قال دخل إلى الحرم في بداية رمضان، في أوائل رمضان دخل إلى الحرم ووصلت له باقة 2 جيجا من شركة STC مجانا، ففتح الواتس. قال يعني يقرب، فتح الواتس فوجد رقم يتواصل معه: السلام عليكم، أخ فلان الفلاني تعلي إلى مكان كذا كذا داخل الحرم. قال أنا لا أعرف هذا الشخص. قلت له متى الآن؟ قال نعم الآن. قال ذهبت وجدت شخص منتظر، قال لي أنت فلان؟ قلت له نعم. قال فنظر إلي وأدخل يده في الجيب وعد 500 ريال وأعطاني. قال وأنا أستغرب، يعني هل هي رسالة أم كذا؟ قلت له طب أي خدمات، إيش خير، إيش فيه؟ قال يعني الله معك، خذ هذا المبلغ لك، الله معك. قال أنا مشيت. طبعا أنا أحكي الموقف لهذا الزميل الليبي. مشي هذا الشخص يقول ليش ومن وكيف وكذا. قال ثم قلت في نفسي يكفي أنها من الله، يكفي أننا أعرف أنه رزق من الله. الوسائل هذه والأسباب والطريقة ليس لي منها شيء، يكفي أنني أعرف أن هذا رزق ساقه الله لي يفرج عني ما أنا فيه من أزمة وضائقة مالية. طبعا أنا أحكي لهذا الليبي هذا الموقف، وكان يركب في الأمام طالب من غينيا. بمجرد ما انتهت من القصة هو يسمع، قال سبحان الله، هذا الموقف يحدث كثيرا. قلت له إيش خير، هل حصل لك موقف زي كذا؟ قال أنا أول ما وصلت إلى الجامعة من غينيا كان معي مبلغ بسيط، وكنت مشتاق إلى العمرة، خاصة الذي يعني لأول مرة ما قد اعتمر، يكون هناك شوق كبير، وربما قد عاشها المعتمر أول ما يصل بعد سفر يومين إلى 3 أيام من اليمن، لا يريد أن يرتاح، يريد أن يذهب إلى بيت الله الحرام. وسبحان من قذف هذا الحب في قلوب عباده. قال أريد أن نذهب إلى العمرة. فقالوا لي أصدقائي الطلاب القدامى يعني لا تستعجل، ربما مكافأة الجامعة تتأخر ويكون ليس لديك مصروف، تعود بلا مصروف، انتظر، يعني حافظ على المبلغ الذي عندك لمصاريف المدينة والجلوس في الجامعة. قال وأنا أقول لهم لا أنا مشتاق إلى العمرة. قال فذهبت إلى العمرة. بعد أن انتهيت من العمرة كنت في أحد مصليات الحرم المكي. قال كنت أقرأ القرآن، أراجع القرآن بعد العصر. صلينا المغرب وأراجع القرآن بعد المغرب. صلينا العشاء. قال وكان بجواري شيخ يعني شائب يصلي على كرسي. قال بعد صلاة العشاء سلم عليه: السلام عليكم. قال لي أنت من أين؟ فقلت من أفريقيا، من غينيا. قال فأدخل يده إلى جيبه، وضع شيء في يدي ثم انصرف. قال انظر، فإذا هي 1000 ريال سعودي. قال حتى يعني ما يعني لم يجعلني أو لم يدعني أن أقول له جزاك الله خير أو شكرا أو لماذا. قال هكذا وضعها في يدي ثم انصرف. قال يعني ذهبت إلى هناك بمبلغ بسيط وعدت بأضعاف لهذا المبلغ. فسبحان الله، سبحان من يهيئ العباد للعباد، وسبحان من القائل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله أحيانا نحسب حسابات من مكان فيأتي الرزق من مكان لم نحسب له حساب واحد. من الذي هي؟
ومن الذي رتب ومن الذي دبر؟ إنه الله عز وجل. لكننا للأسف نتعلق بالأسباب المادية والظاهرة والدنيوية، وننسى أن الله عز وجل إذا لم يشأ والله لن يكون شيء، وإذا أراد شيء لا يمنعه أحد. فبمجرد ما ندخل في أزمة، سواء مالية أو أزمة صحية، أزمة نفسية، أزمة فكرية، أزمة أخلاقية، نبدأ نفكر من سيعيننا، وسنذهب إلى من، ونستشير من، ونفتح الجوال، راسل هذا ولا راسل فلان، أبدأ بفلان ولا، حتى لا ندعو دعوة واحدة قبل كل شيء من مسبب الأسباب ورب الأرباب. السلف رضوان الله عليهم ورد عنهم أنهم كانوا إذا سألوا شيء يسألون الله قبل أن يسألون الخلق، حتى كان يأتي بعضهم إلى بعض ويقول له أعطني كذا كذا أو أحتاج كذا كذا، وقد سألت الله قبل أن أسألك. الله أكبر. طبعا ذلك صاحب الموقف الأول قال كنت لما سألته عن السر قال ليس لي شيء من صلاح ولا عبادة إلا أني أكثر الصلاة على رسول الله. والآخر هذا الطالب أنا سألته قلت له إيش السبب؟ قال والله لا أعرف شيء إلا لمراجعتي لكتاب الله عز وجل. فالله الله ما ألطفه بعباده، وما أرحمه بمن توكل عليه يدبر. وربما وأنا أحكي هذا الموقف قد تبادر إلى أذهانكم كثير من المواقف التي عشتم إياها مع الله عز وجل، وهي أسرار بين الله وبين عباده، لمن توكل وصدق ولجأ واستغفر وأكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعاه بدعاء صادق. والله المستعان. نسأل الله أن يجعلنا من عباده المتوكلين. والسلام عليكم.